بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. الكثير قال بأن الجزيرة هي قناة ماسونية. لماذا الجزيرة؟ أولا، لماذا اتخذنا هذا الموضوع؟ ولماذا اخترنا قناة الجزيرة؟ طبعا قناة الجزيرة إنها تعد أكبر قناة من حيث المشاهدة في وطننا العربي. يعني لو تكلمنا على القناة الإخبارية فقط، لو تكلمنا عن القناة الإخبارية فقط، فهي القناة نمبر 1 في العالم العربي. يعني بدون أن نذكر قنوات يعني فرعها الرياضي الذي أصبح الآن بي ان سبورتس، أو يعني فرعها الوثائقي بالجزيرة الوثائقية، أو فرعها المتخصص بالأطفال كالجزيرة للأطفال، أو يوجد كثير من، أو فرعها يعني المتحدث باللغة الإنجليزية. يوجد الكثير والكثير من القنوات التي تحت جناح، إن صح التعبير، الجزيرة. هذا النجاح المبهر لهذه القناة، هل هو نجاح بعد عمل جاد وطويل، أو هو نجاح لأنه يوجد أطراف قوية، إن صح التعبير، أو لها نفوذ في العالم، جعل قناة الجزيرة النمبر 1 في العالم العربي، ومن بين أشهر القنوات في العالم كله. اليوم إن شاء الله سوف نركز على شعار الجزيرة. لن نتكلم على أشياء كثيرة، وإنما نتركها للحلقة المقبلة. قناة الجزيرة لديها هذا الشعار، شعار هو سار منذ حوالي 15 أو قرابة 20 سنة، ولم تغيره الجزيرة بأي حال من الأحوال. لماذا هذا الشعار بالتحديد؟ هل هذا الشعار آه، ككل الشعارات، ككل يعني شعارات القنوات، ليس فيه أي لغز، أو هو شعار دبر له بليل كما يقال؟ طبعا الشعار لونه أصفر. سوف نقوم بعملية جد 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 سهلة. أنا الآن في حاسوبي لدي هذا الشعار. سوف نقوم له بتعديل جد بسيط، وسوف تكتشفون اللغز داخل هذا الشعار. ما رأيكم لو قسمنا هذا الشعار إلى اثنين، وحذفنا هذا الجزء؟ م? حذفنا هذا الجزء وتركنا جزءا واحدا، الجزء، الجزء، وبعض من الرتوشات. الآن حذفنا النصف الآخر، النصف الآخر لا نحتاجه. ما رأيكم لو نسخنا الجزء، هذا الجزء، م? يعني اثنين جزء، وقلبناه، يعني عكسناه. الآن هو معكوس. في رأيكم لو ألصقنا هذا بهذا ماذا سيعطينا؟ أوب، ستعطينا آه، بقرة. نعم، بقرة، بقرة صفراء، بقرة ذهبية. ألا يذكركم هذا بشيء؟ نعم، يذكرنا هذا بقصة البقرة الذهبية في القرآن الكريم، أو شعار الماسونيين الذين هم ينتظرون المسيح الدجال. من بين شعاراتهم البقرة الصفراء، البقرة. وهذا كلنا سيعلم، وسأضع حلقة خاصة بالماسونية، وحلقات الماسونية هي متعلقة بقنوات الجزيرة أيضا. إذن الجزيرة شعارها هو بقرة صفراء، يعني يقصدون بها هذا. البقرة واضحة، قرون، أذنين، آه، عينين، أنف، فم، الهواء الخارج من الأنف، يعني واضحة جدا. نعيد جلب الشعار كي تكون الأمور واضحة. تستطيعون التحقق من التلفزة بأنه هو هذا الشعار. قمنا بفصل نصفه، أه؟ عفوا، قمنا بفصل نصفه، ثم نسخ النصف الثاني، ثم عكس النصف الثاني، ثم إلصاقه فقط. يعني لم نقم بأشياء
كثيرة. أتمنى إن شاء الله أن نستفيد من هذه الفيديوهات. كان معكم محمد صاحب من قناة، سواء قناة على اليوتيوب MDS أو قناتي الشخصية محمد صاحب. أتمنى أن يكون كما قلت أن نكون قد استفدنا. أرجو منكم أن تضعوا لايك للفيديو وتنشروه إن أردتم. طبعا إن كانت هناك إن لم توافقوني في هذا الشرح فما عليكم إلا ترك ملاحظاتكم وسنناقشها إن شاء الله، وسنفتح بابا للنقاش البناء والنقد البناء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم محمد صعب ضياء الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.